حبايب قلبي ابطال تانية اعدادي دفعه 2026، طبعا يا حبيب قلبي انت لازم تعرف ان منهجك السنه دي هو منهج جديد جدا. وفي بعض الناس بتتساءل ايه يا مستر كلمه الفا وايه الجيل وايه الحوارات اللي بتحصل على السوشيال ميديا. تعالى بقى نبتدي الموضوع كده واحده واحده. هنا انا هسالك سؤال وفي الاخر انت اللي هتقدر تجاوبني عليه وبالتحديد في الكومنتات. انت من جيل الفا ولا من جيل زد؟ لان منهج تانية اعدادي بيعرفنا الفرق ما بين جيلين عايشين معانا. جيل زد هو جيل التحويلات وده كان من حوالي 18 ل 25 سنه، طبعا عاشوا طفولتهم مع بدايه ظهور الانترنت وبالتحديد الفيسبوك ومواقع السوشيال ميديا. قدروا ان هم يمسكوا الموبايلات الذكيه وهم في سن المراهقه، والجيل ده عاشق جدا للشات والبوستات المكتوبه جدا. الجيل ده دايما بيدور على هويته وحريته الشخصية. أما بقى بالنسبة لجيل ألفا هو ده اللي بنسميه الجيل الرقمي بنسبة 100% لحد 15 سنة قدام، لأن الجيل ده اتولد والعالم كله كان موجود داخل شاشة الموبايل، وأصبح الذكاء الاصطناعي والعالم الافتراضي هو جزء من تعليمهم. لغتهم أصبحت الفيديوهات القصيرة زي التيك توك وبعض الإيموجيز اللي بيبعتوها لبعض على مواقع التواصل الاجتماعي. الجيل ده بيمل جدا من العادات والتقاليد وعنده وعي كبير جدا في القضايا البيئية، لأنه جيل ذكي جدا وجيل اتولد في عالم التكنولوجيا. أظن دلوقتي تقدر تجاوبني في الكومنتات انت من انهي جيل وايه هو الفرق بينهم. طبعا اتمنى اكون فدتك في الفيديو ده حبيب قلبي، وبالتحديد طلاب تانية اعدادي. كان معكم مستر كريم الفخراني من شركة EGS، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.